العثور على جثمان طفلة مفقودة في مقلب كمامة بالجيزة بعد غياب 8 ساعات. ازيكم يا احلى متابعين، يا رب تكونوا بخير. للي اول مرة يتابعني ما ينسانيش باللايك، يشترك في القناة، يفعل زر الجرس علشان يوصله الجديد والترند. عثر أهالي مركز منشأة القناطر شمال الجيزة اليوم على جثة الطفلة مكة وليد فرحات 7 سنوات مسبوحة داخل مقلب القمامة بعد اختفائها من أمام منزلها في قرية أرتريس منذ عصر يوم الجمعة. تلقت أجهزة الأمن بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على الجثة بالقرب من المعهد الديني في قرية وردان، حيث انتقلت على الفور فرق البحث إلى موقع الحادث. وأظهرت التحريات الأولية أن الطفلة اختفت بشكل مفاجئ، وبعد ساعات من البحث تم العثور عليها جثة هامدة. وأمر اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث واللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بتشكيل فريقا من المحققين لكشف تفاصيل الجريمة وملابستها. وتم تحرير محضر بالحادث وتواصل النيابة العامة التحقيق في القضية. وبكده وصلنا لنهاية الفيديو مع حضراتكم، ومع السلامة.